السلام عليكم ومرحبا بكم سيادنا في الحلقة الثالثة من برنامج من حقك تعرف حقك. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم بزاف في العقود ديال الشغل واللي كيحتاجو كل مغربي يلاه بدا في الخدمة وناوي يخدم ان شاء الله، وهو فترة الاختبار. واش عرفتوا انه في هذه الفترة راه عندك حقوق سيدي؟ بزاف ديال الناس ما كيعرفوهاش، خصوصا ملي كيوقع شي مشكل مع المشغل وكيبغيو يفصلوك او يطردوك. اليوم غادي نوضح لكم كل شيء بخصوص هذه الفتره، شنو الفرق بينها وبين ستاج، كيفاش كتحدد المده ديالها، واش كيقدر المشغل ينهي العقد بلا تعويض، وشنو هو اجل الاخطار اللي عندك، وكل شيء اللي خاصك تعرفه باش تحمي راسك، لان من حقك تعرف حقك. فتابعونا وخليكم معنا لان الحلقه ديال اليوم ممكن تغير حياتك. يعني نسولك اسيدي، انا يلاه بديت الخدمه والمشغل قال لي اودي انت راك تحت فتره الاختبار. بغيت نعرف عافاك شنو هي فتره الاختبار في العقد؟ واش ممكن المشغل في هذه الفتره يطردني او يفسخ معايا العقد بلا ما يعطيني اشعار؟ الجواب ديالك السيدي على السؤال كنوجدوه في المادة 13 اللي كتقول لنا أن فترة الاختبار راه هي الوقت الأول اللي كيدوز فيه الأجير أو الخدام باش يثبت قدرته على الخدمة في الشركة أو المحل أو المقاولة. في هذه الفترة القانون كيعطي الحق للطرفين، أي الخدام أو المشغل، يوقفوا العقد بلا ما يعطيو إشعار أو تعويض، ولكن هذا غير في حال ما إذا كان الأجير أو الخدام ما دارش شي أخطاء كبيرة. وإلى سيدي داز شي فترة أكتر من سيمانة، شنو هو الوضع القانوني في هاد الحالة؟ إذا كنتي خدمتي أسبوع على الأقل في الشركة أو المقاولة أو المحل، راه ما يقدرش المشغل يوقفك بلا ما يعطيك واحد من أجلي الإخطار، بمعنى أنه يخبرك إذا كنتي كتقاضى أجر يومي أو أسبوعي أو كل 15 يوم، فالمشغل في هذه الحالة الأولى خاصو يعطيك يومين إشعار قبل ما يوقفك. مثال واقعي باش تفهم أكثر، إذا كنتي في مطعم وكتقاضى أجر يومي كتخلص باليومية ديالك، فالمشغل ما يقدرش يوقفك في اليوم اللي قرر فيه الفصل إلا إذا كان عطاك يومين إشعار. مثلا يقدر يقول لك يوم الاثنين غادي نوقفك سيدي من الخدمة نهار الجمعة. الحالة الثانية إذا كنتي كتقاضى أجر شهري، فالمشغل هنا خاصو يعطيك 8 أيام إشعار قبل ما يوقفك. مثال واقعي باش تفهم أكثر، إذا كنتي خدمتي في شركة كبيرة وكتقاضى واحد الأجر شهري، خلاص خاص المشغل يعطيك 8 أيام إشعار. يعني إذا قرر يوقفك من العمل خاصو يقول لك مثلا فلان من أول الشهر على أنك غادي تخلص كامل الشهر، وماشي حتى تكون الخدمة ديالك يوم 8 من نفس الشهر. وإذا سيدي في حالة طردني المشغل من بعد فترة الاختبار، شنو غيكون الوضع في هذه الحالة؟ واش عندي شي حقوق إلا فصلك المشغل سيدي من بعد فترة الاختبار؟ وإذا كنتي خدمتي وداير الخدمة ديالك على أكمل وجه وما درتي حتى خطأ جسيم، راه كيحق ليك سيدي أنك تستافد من أجل إخطاء ما كيقالش على 8 أيام. مثال واقعي باش تفهم، إذا كنتي في شركة وصبرتي في فترة الاختبار وكنتي كتوصل بملاحظات إيجابية من المشرفين عليك في الخدمة، وفجأة وبلا مقدمات بعد فترة الاختبار جا واحد القرار من المشغل بأنه يطردك، فهنا غادي خصو يعطيك إشعار ما يقلش على 8 أيام قبل ما يطردك. وهذا الشيء كيعني أنك غادي تقدر تخلص الأيام اللي غادي تكون باقية في الشهر. أسيدي، واش من حق المشغل يعطيني إشعار فقط في حال كانت الخدمة ديالي ما كانش مزيانة؟ يعني إلا ما وقعتش في خطأ جسيم. هو في حال كما قلنا، فإذا كانت فترة الاختبار دازت بسلام وما كانش أي خطأ جسيم، والأخطاء الجسيمة راه غنتحدثوا عليها في الحلقات الموالية، راه كيحق لك سيدي إشعار ديال 8 أيام قبل الفصل. لأن سيادنا فترة الاختبار في القانون راه كتعطيك كأجير الوقت باش تثبت قدرتك في الشغل، وفي نفس الوقت كتضمن لك حقوقك إذا مشى كل شيء مزيان. المشغل كيكون كما قلنا ملزم بأنه يعطيك إشعار قبل الفصل، خاصة إذا خدمتي واحد الفترة معينة باش ما تكونش المفاجأة بالنسبة ليك.
اسمح لي نسولك أسيدي، شنو هو الفرق بين فترة الاختبار اللي موجودة في قانون الشغل والفترة اللي كتسمى الفترة ديال الstage؟ بغيت نعرف شنو هو الفرق بيناتهم وشنو هي الخصائص ديال كل وحدة، واش إلا كنت في الstage راه عندي نفس الحقوق ديال فترة الاختبار؟ هذا سيادنا سؤال مهم بزاف، لأن بزاف الناس كيخلطوا بين الجوج ديال الأمور. راه فترة الاختبار سيادنا والstage بجوج كاين فرق كبير بيناتهم، حيت كل وحدة عندها هدف وشروط وإجراءات خاصة بيناتهم. أولًا شنو هي فترة الاختبار؟ كما قلنا فترة الاختبار هي مدة محددة في بداية الخدمة، كيعطيها المشغل باش يشوف واش الخدام هذا مناسب مع الخدمة ولا لا. مثال واقعي باش تفهم أكثر، تخيل معايا شي واحد خدام في الشركة في السيرفيس ديال الكوميرس، المشغل كيقول ليه أودي راه عندك شهرين ديال الاختبار باش نشوفوا الخدمة ديالك واش غادي معانا ولا لا. خلال هاد الفترة إذا عجباتو الخدمة ديالك كيتبع العقد ديالو، إذا ما عجباتوش يمكن يسالي العقد بلا ما يكون تعويض إلا احترم المدة. كما قلنا مدة الاختبار كتكون مختلفة، شهر واحد للعمال العاديين، 3 شهور للأطر والمسؤولين الكبار. يمكن أننا نجدوها غير مرة واحدة في العقود اللي ما كتكونش المدة ديالها محددة. أما بالنسبة للأجر الخلاص راه الخدام كيتخلص بحال أي خدام عادي خلال فترة الاختبار. أما بخصوص الفسخ ديال العقد فراه المشغل ولا الخدام يمكن ليهم يوقفوا العقد خلال هذه الفترة بلا تعويض، ولكن كما قلنا خاصهم يعطيو واحد الإخطار ولا خبر ولا إشعار مسبق. أما بالنسبة للسطاج فشنو هو السطاج؟ السطاج سيادنا باختصار هو تدريب كيعملوه إما الطلبة ولا الناس اللي باغيين يكتسبوا واحد التجربة جديدة ولا يطبقوا شي حاجة قراوها. مثال واقعي باش تفهم أكثر، مثلا واحد تخرج من الجامعة في القسم ديال الاقتصاد ولقى ستاج في شي بنك، هنا ماشي هو خدام رسمي وإنما كيتعلم ويجرب كيفاش الخدمة كتكون في البنك. بالنسبة للسطاج المدة ديالو كتختلف حسب المجال، كاين سطاج شهر، كاين 3 شهور ولا أكثر. أما بالنسبة للخلاص الأجر راه ماشي ديما السطاجير كيتخلص إلا كان متفق عليه من الأول. بزاف ديال السطاجات في المغرب راه كتكون بلا خلاص. أما الهدف ديال السطاج راه ماشي علاقة شغل رسمية وإنما فرصة باش تتعلم وتكتسب مهارات. إذا سيادنا شنو هو الفرق بيناتهم؟ فترة الاختبار عندك عقد عمل رسمي والمشغل كيبغي يشوف واش غادي انت مع الخدمة مزيان ولا ما غاديش، كتكتسب الأجر ديالك عادي، إلا ما كملتيش الخدمة ما كتاخدش تعويض. أما بالنسبة للسطاج راك ماشي خدام رسمي وإنما كتتعلم وتكتسب تجربة. أما الأجر ديالك مشروط وماشي ضروري. مثال اخر باش يتوضح الفرق، إذا خدمتي في شركة كخدام بعقد رسمي، المشغل هنا كيعطيك مثلا شهر ديال الاختبار باش يشوف واش خدمتك زوينه وفي هذه الفتره كتكون كتاخذ رزقك. اما اذا درتي ستاج في هذه نفس الشركه راك غير كتتعلم والاجر ماشي مضمون. الخلاصه سيادنا فتره الاختبار هي مرحله جديده في خدمتك، اما الستاج راه مرحله غير باش تتعلم وتاخذ تجربه وتكتسب مهارات. اسمح لي نسولك أسيدي، واش جميع الأجراء والعمال عندهم نفس فترة الاختبار في عقد الشغل، ولا أنهم كل واحد كيختلف على الآخر في فترة العقد؟ بمعنى واحد خدم في شركة معينة واش كاين اختلاف في فترة الاختبار بينه وبين واحد آخر؟ أييه سيادنا، فعلا راه فترة الاختبار كتعتمد على نوع العقد وطبيعة الخدمة. بالنسبة للعقود اللي ما كتكونش المدة ديالها محددة ولا اللي كتسمى عقود غير محددة المدة، كاين تقسيم على حساب نوع الخدمة. ولكن إذا كانت عقود محددة المدة بمعنى عندها واحد المدة محددة وكتنتهي، راه كاين كذلك واحد القواعد خاصة وغادي نشرحوا كل حاجة باش تفهموا أكثر. أولا بالنسبة للعقود غير محددة المدة، أولا بالنسبة للأطر وأشباههم كيكون عندهم 3 شهور فترة اختبار. مثال واقعي، إذا كنت مهندس أو مسؤول إداري في شركة ففترة الاختبار ديالك سيدي غادي تكون 3 شهور، يعني خلال هاد 3 شهور المشغل كيكون قادر يوقفك إذا ما عجبوش الأداء ولا الخدمة ديالك، ولكن خاصو يعطيك
كتعطيك إشعار كما قلنا في المادة السابقة. أما بالنسبة للمستخدمين كتعني الأشخاص اللي كيشتغلوا في إدارات أو وظائف أخرى، كيكون عندهم شهر ونصف فترة اختبار. مثال واقعي باش تفهم، مثلا إذا كنتي خدمتي في مكتبة أو في مكتب إداري، مدة فترة الاختبار ديالك غادي تكون شهر ونص. هاد الوقت كافي المشغل باش يشوفك اسيدي واش كابابل وقادر على العمل. العمال بالنسبة لهم راه كيخدموا في الصناعة أو في مجالات أخرى، كتكون مدة الاختبار ديالهم 15 يوم. مثال واقعي، إذا كنتي كتشتغل في المصنع أو في البناء، فترة الاختبار ديالك غادي تكون 15 يوم فقط. يعني بسرعة غادي يتمكن المشغل من تحديد ما إذا كنت انت ودي مناسب لهذه الخدمة أو لا. وبالنسبة سيدي للعقود محددة المدة، شنو هو وضعية الاختبار فيها؟ الجواب بالنسبة للعقود محددة المدة هي إذا كان العقد ديالك سيدي المدة أقل من 6 شهور، ما يمكنش فترة الاختبار تفوت 2 سيمانات اللي هي أسبوعين. مثال واقعي، إذا كنت خدمتي في مشروع مؤقت أو عقد موقع لمدة أقل من 6 شهور، فأنت كأجير أو خدام ما يمكنش تقضي أكثر من 2 السيمانات في فترة الاختبار. ثانيا، إذا كان العقد ديالك أكثر من 6 شهور، ففترة الاختبار سيدي هنايا ما يمكنش تكون أكثر من شهر واحد. مثال باش تفهم، مثلا إذا كنت كتشتغل في شركة مدة عقدها 7 شهور، فترة الاختبار ديالك غادي تكون غير شهر واحد فقط وما يمكنش تمددها. أسيدي، واش ممكن يتم تجديد فترة الاختبار؟ يعني إذا أنا خدمت فترة معينة، واش المشغل يقدر يجدد لي فترة الاختبار ديالي؟ أيه نعم سيدي، القانون كيعطي الحق باش تجدد فترة الاختبار مرة واحدة فقط. يعني إذا كانت ديالك دازت بشكل إيجابي مزيان، المشغل يقدر يجدد ليك مرة واحدة، ولكن ما يمكنش يكون عندك تجديدات متكررة بزاف، يعني غير مرة واحدة فقط. يعني فهاد الخلاصة ديال المادة 14 كتقول لنا أن المدة ديال فترة الاختبار كتختلف حسب نوع العقد وطبيعة الخدمة. بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كاين تقسيمات مختلفة من 3 شهور للأطور إلى 15 يوم للعمال. أما في العقود المحددة المدة ديال فترة الاختبار سيادنا كتشمل من 2 سيمانات أو شهر حسب مدات العقد. وكهنايا خاصنا نذكروا واحد الحاجة مهمة، أنه يمكن كما قلنا تجدد فترة الاختبار مرة واحدة فقط. وبهكذا سيادنا غنكونوا وصلنا للنهاية ديال الحلقة ديال اليوم، وشفنا فيها مع بعضنا شنو كتعني فترة الاختبار حسب المواد 13 و 14 من قانون الشغل المغربي. عرفنا كيفاش هاد الفترة كتخلي المشغل والأجير يجربوا الخدمة بلا التزامات كبيرة في الأول، ولكن مع شوية ديال الشروط. فهمنا الفرق كذلك بين العقود المحددة وغير المحددة المدة، وشحال كتدوم فترة الاختبار لكل فئة ديال الأجراء، سواء الأطور المستخدمين أو العمال. وطبعا عرفنا حتى كيفاش العقود ممكن تكون مرنة وسهلة وتحدد مدد أقل حسب الاتفاق. هذه كانت فرصة سيادنا باش نوضحوا لكم حقوقكم ونقرب لكم القانون بأسلوب بسيط وبالدارجة المغربية. حنا هنا ديما باش نقولوا لكم ما تخليوش حقكم وفهموا القوانين اللي كتحميكم. إذا عجب لأن من حقكم تعرفوا حقكم. إذا عجبتكم الحلقة سيادنا ديروا جيم وبارطاجيوها مع أصحابكم، حيث كل واحد فينا خاصو يكون عارف شنو ليه وشنو اللي عليه. نتسناو تعليقاتكم أسئلتكم، وطبعا ما تنساوش تضربوا داك الزر ديال ابوني وتفعلوا الجرس باش تبقاو ديما معنا في الخط. موعدنا الحلقة الجاية ومازال مكملين الرحلة ديالنا مع قانون الشغل، وموضوع الحلقة الجاية مفاجأة غيهمكم بزاف باش نبقاو ديما في الصورة ونزيدوا نفيدوا بعضنا. خليكم معنا وديما نقولوا من حقكم تعرفوا حقكم. نشوفكم قريبا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.